طيب حلو جدا، نتكلم بقى في موضوع المهاجم. نتكلم في موضوع المهاجم. النادي الاهلي كان في عرض اللاعب اللي هو دي ماتا البلجيكي، لاعب بلجيكي هو واللاعب انباء بتقول كده، واللاعب رفض العرض ده، او العرض ما تمش، او الموضوع ما تمش. من شويه حلوين كده، من شويه وقت حلوين كنا سامعين ان خلاص الاهلي مخلص اصلا مع المهاجم. الاهلي اصلا مخلص مع المهاجم، طب ما يعلن بقى، زي ما اعلن عن رضا سليم، وزي ما اعلن عن امام عاشور، وزي ما اعلن عن الصفقات دي. طب يلا بقى اعلن عن المهاجم بقى، يعني نطمن الناس، يعني قول اي حاجة. كلمنا، حد يطلع يكلم الجمهور، قولوا اي حاجة يا جماعة، اي حاجة. قولوا مفيش مهاجمين، قولوا مفيش، خلاص تمام، هنتقبل زي ما تقبلنا السنين اللي فاتت دي كلها. تقبلنا ان مفيش مهاجمين، فخلاص الموضوع هيبقى، هنتقبله، بس نبقى عارفين، نبقى شاركونا الموضوع سهل، شاركونا. احنا وراك يا خطيب، واحنا كلنا في ظهرك يا خطيب، من غير اي حاجة. فمحدش هيهاجمك، حتى لو حد هاجمك انت اكبر من كده بكتير يعني. فصرح الناس، مش بهاجم على فكرة، بس موضوع المهاجم بقى موضوع بايخ اوي بصراحة. موضوع بقى بايخ اوي، بنسمع كل يوم اسامي جديدة، واسامي انت فاهمني، كل يوم بنبحث عن لعيبة جديدة، بنشوف مهارات لعيبة جديدة، بنسمع كتير اوي، وفي الاخر بترسى على صلاح محسن، او هترسى على صلاح محسن. فيا ريت يا جماعة حد يطلع من الاهلي يقول لنا في ولا مفيش، ولو في فايه اللي بيتم يعني. اه إيه اللي وضحوا ايه اللي بيتم. والله كان في مثلا صفقة وبتاع، وكان في كلام وكده، بس ما حصلش نصيب، ما تمتش. خلاص يبقى عارفين ان انتوا، حد يطلع من الاهلي يتكلم، بس هي دي كل القصة. ما تسيبوش كده الناس او جماهير الاهلي للاعلام اللي هو بيودينا شمال ويودينا يمين وبتاع، براحته.